الأمطار تطل أخيرا على مدينة ورزازات، خيرات تأتي بعد طول غياب تنقص من حدة الجفاف الذي ضرب المنطقة بعد عام كامل. الشيء الذي نجم عنه فراغ سد المنصور الذهبي وانخفاض منسوب مياهه إلى 30% في الآونة الأخيرة. الفرج أتى وكشف حقيقة البنية التحتية، خاصة تلك المرتبطة بالطرق الرابطة بين أحياء المدينة. بعضها تغزوه الحفر والبعض الآخر لم يصمد أمام مستعمليه، فانهار مخلفا مسبحا مؤقتا للسيارات، خاصة ببعض النقط السوداء كفدراغوم الحي المحمدي أي تقضيف وغيرهم كما هو مبين أمامكم. الساكنة اعتادت عدم التنقل بين المدينة وجماعة تارميكت بعد هطول أمطار كهاته، والتدخل جاء لبناء هذه القنطرة على وادي درعا أملا في حل مشكل أفظع من السابق.